أهلا بكم في فيديو جديد. خلينا أخدكم النهاردة في رحلة مختلفة. رحلة مش هتحتاجوا فيها شنط ولا جواز سفر، لكن هتحتاجوا فيها قلب قوي وأعصاب متينة. تخيل إنك تكون في رحلة طيران وقاعد مرتاح وبتسمع كابتن الطيارة وهو بيقولك استعدوا للإقلاع، وكل شيء تمام والطيارة ماشية وبتشق السماء. وفجأة الدنيا كلها تتغير، أصوات أنظار في كل مكان وصرخات لناس وإحساس غريب ودوران. الله أكبر الله. المشهد ده مش من فيلم ولا تمثيل، لا ده حصل مع ركاب طيارة إرزبيجانية، واللي كانت مفروض رحلتهم تكون عادية، لكن للأسف اتحولت لمأساة. إيه اللي حصل وليه؟ والأهم إزاي في بعض الركاب قدروا ينجوا من كارثة زي دي. كالعادة ابعد عن الدوشة وتعال أحكيلك. الحكاية بدأت في 25 ديسمبر في 2024، اليوم اللي مفروض الناس تكون مشغولة بيه في الاحتفالات، لكن بالنسبة لركاب الطيارة دي فكان مختلف تماما. الطيارة اللي تابعة للخطوط الإرزبيجانية اللي كانت في رحلة عادية ما بين مدينتين، مدينة إكتاو في كازاخستان ومدينة تانية محلية. على متن الطيارة كان في 67 راكب، منهم عائلات وأطفال وخمسة من أفراد الطاقم. في الأول الرحلة كانت ماشية طبيعي، الركاب مستريحين، في منهم اللي بيقرأ كتب واللي كان مسترخي. الطيار يعلن عن وجود مشكلة والركاب يحسوا بحاجة مش طبيعية. الطيارة بدأت تتهز بشكل جامد والضوء عمال يضعف والمحركات كل مالها وصوتها بيعلى. اللي حصل إن الطيارة اصطدمت بسرب من الطيور، وده اتسبب في إن المحرك وقف. الطيار حاول بكل خبرته وقوته إنه يتصرف وحاول يهبط هبوط اضطراري. الركاب شافوا من النوافذ منظر مرعب، الطيارة بتنزل بسرعة مخيفة والأرض كل مالها بتقرب أكتر وأكتر. الناس كلها بتصرخ، في منهم اللي بيدعي ربنا ينجيه وفي اللي أغمى عليه. اللحظة دي كانت نهاية العالم بالنسبة لهم، وأخيرا الطيارة هبطت في حتة مفتوحة، لكن للأسف اتحطمت واشتعلت بالنيران. المشهد كان مروع وصادم للجميع، لكن فجأة حصلت معجزة. وسط الدمار ده كله نجا 32 راكب. تخيل، ناس خرجوا بأعجوبة من وسط النار. الناجين كانوا بيحكوا وبيقولوا إن اللي حصل لهم ده بمثابة كابوس. المسعفين وصلوا بسرعة وقدروا يخمدوا النار ويخرجوا الناس اللي ما بين الحياة والموت. ومن وسط الناجين كان في مواطن جزائري قدر يوثق اللحظات الأخيرة قبل التحطم. الله أكبر الله. في الفيديو اللي صوره كان بينطق الشهادتين وبيودع مراته بشكل مؤثر. الراجل ده حكى وقال إن بعد ما الطيارة وقعت قدر يفك حزام الأمان ويخرج من الطيارة بسرعة برغم وجود نار ودخان. استخدم قوة الإرادة والشجاعة اللي كانوا سبب في إنهم ينجوه من التحطم، بالإضافة طبعا لإرادة ربنا. بعد الحادث السلطات في كازاخستان عملوا تحقيق. لحد دلوقتي وصلوا ل3 فرضيات هم السبب في حدوث الكارثة. 1 اصطدام المحرك بإحدى الطيور. 2 وجود خلل فني في الطيارة، الهيكل أو المحرك، وده نفته الشركة المسؤولة عن الطيارة. 3 وجود خطأ بشري، وده هيكون سببه كابتن الطيارة. الصندوق الأسود للطيارة تم العثور عليه وحاليا بيتم تفريغه عشان يعرفوا أسباب الحادث. القصة دي بتفتح عنا على نقطة مهمة، وهو أهمية إجراءات الأمان في الطيارة، وكمان بتأكد لنا إن رغم التطور اللي إحنا فيه لكن في عوامل خارجية خارجة عن السيطرة ممكن تتسبب في إنهاء حياتك. واللي ملفت في الموضوع ده كله هو شجاعة الناجين. تخيل إنهم بيقاتلوا وسط الحطام ده كله عشان ينجوا بحياتهم. في النهاية القصة دي بتفكرنا قد إيه الحياة ممكن تتغير في لحظة. ركاب الطيارة دي منهم اللي نجا ومنهم اللي فقد حياته، كلهم كانوا راكبين في نفس الطيارة، لكن القدر كان له رأي تاني. وهنا في آخر الفيديو يجي السؤال، لو أنت كنت مكانهم كنت هتعمل إيه؟ ما تنسوش تسيبوا رأيكم في التعليقات، ولو عجبتكم القصة ما تنسوش اللايك للفيديو والاشتراك في القناة عشان تكونوا من أسرة حكاوي إسلام محمود. أشوفكم على خير في الفيديو الجاي،
وربنا يحفظنا جميعا.